أنبياء عظماء كنا فاكرين إن إحنا نعرف عنهم كل حاجة، سيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليهم السلام. مين هو سيدنا يحيى اللي ربنا قال فيه لم نجعل له من قبل سميا؟ وهل مصر كانت بس ملجأ ومهد للمسيح ولا الموضوع أكبر من كده؟ ومين هم أصحاب فتنة تأليه المسيح؟ ملفات من الدين والتاريخ بقى لازم تتفتح لكشف كل كذب وتدليس أصحاب السبت. خليكم معانا. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن ملوك آل يعقوب في مصر، وعرفنا هم يبقوا مين في الحضارة المصرية القديمة، واتكلمنا عن إخناتون وعرفنا ان هو عمران أبو مريم العذراء أم المسيح. بس علشان الصورة تكمل كان لازم وجود شخصية سيدنا يحيى ابن زكريا وكمان السيد المسيح عليهم السلام. قال تعالى عن سيدنا يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. المفسرين فسروا كلمة الحكم اللي مذكورة في الآية على ان المقصود بها الحكمة والنبوة وفهم كتاب الله وما فيه من أحكام، ولكن كلمة الحكم اللي مذكورة في الآية واضح إن مقصود بيها الحكم الفعلي اللي هو الملك، لأن لما ربنا أراد يقول الحكمة اللي هي المقصود بيها الفهم والتعلم قالها صريحة في كذا موضع في القرآن الكريم، في قوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وقوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولكن في حال الكلام على الحكم اللي هو الملك قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. كلمة الحكم جاية صريحة لأن سيدنا داود وسيدنا سليمان حكموا، وفي قوله تعالى وآتيناه الحكم صبية برضو كلمة الحكم جاية صريحة، والمعنى هنا إن هو حكم وهو لسه في سن صغير ما يعديش 9 أو 10 سنوات. سيدنا يحيى المعروف عنه انه اتقتل، وقتله كان على ايد بني اسرائيل، والمذكور عن قصة قتله في التاريخ ان هيرودوس كان عايز يتجوز بنت اخوه، وده كان فعل محرم، فسيدنا يحيى حرم الفعل وبين حرمته، فهيرودوس حقد عليه وامر بقتله، ودخل جند هيرودوس على سيدنا يحيى وهو بيتعبد لله وذبحوه، ودي كانت قصة قتله. معنى اسم يحيى هو الحياة واستمراريتها. على الجانب التاني بقى تاريخيا اللي حكم بعد سمنخ كارع اللي كان واصي على مرية أتون هو توت عنخ آمون، لكن مفيش معلومات مؤكدة ان سمنخ كارع يبقى ابو توت عنخ آمون، لكن اثناء الحلقة هنقول معلومة يمكن تكون بتأكد بشكل كبير ان هو ابوه. توت عنخ آمون حكم وهو عنده 9 سنوات، وده تصديقا على قوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، يعني ورث الحكم وهو لسه صبي عمره لا يزيد عن 10 سنوات. ولو قارنا بين اسم يحيى وعنخ هيدي نفس المعنى اللي هو الحياة، لأن كلمة عنخ في اللغة المصرية القديمة معناها الحياة، والعنخ هو رمز الحياة. في فترة حكم توت عنخ آمون كانت موجودة الديانة الآتونية، وفي نفس فترة حكمه انتهت الديانة الآتونية اللي هي المسيحية، والسبب كان صعود المسيح بسبب محاربة بني إسرائيل لأنبياء آل يعقوب، وما كانش قصاد توت عنخ آمون غير الرجوع للديانة الآمونية وعبادة آمون. قلنا إن سيدنا يحيى معروف تاريخيا إنه مات مقتول، والمعروف إن توت عنخ آمون هو كمان مات مقتول، ولقوا فتحة في جمجمته بتوضح إنه اتضرب على راسه بسلاح حاد، بلطة مثلا، وكمان اتوجد كسر في عظام الفخذ، وده بيدل إن موته كان بشكل عنيف. ولو فعلا زي ما بعض الأثريين بيحاولوا يقنعونا إن الفتحة اللي موجودة في الجمجمة بسبب عملية التحنيط، طيب وبالنسبة للكسر اللي في عظام الفخذ اللي بيوضح ان كان فيه عنف في عملية قتله؟ ولو فرضنا ان احنا هنمشي ورا كلام الاثريين اللي بيقولوا ان فتحة الجمجمة للتحنيط وان موته بسبب مرض، ويبقى معنى كده ان توت عنخ آمون كان مريض وان موته كان بسبب مرض مش قتل، ويبقى كده متوقع وفاته في اي لحظة، وبالتالي كان هيبقى من الطبيعي تجهيز مقبرة تليق بيه كملك. لكن الغريب ان المقبرة اللي لقوا توت عنخ آمون مدفون فيها مقبرة صغيرة جدا، واتوصفت بانها مقبرة صغيرة وحقيرة وما تتناسبش ابدا مع حجم الدفينة اللي كانت فيها، يعني حجم المقبرة لا يتناسب ابدا مع حجم وعدد مقتنيات الملك توت، لدرجة ان كان في قطع ضخمة وكان صعب عليهم يدخلوها من فتحة الباب، فاضطروا لتوسيع فتحة الباب علشان يقدروا يدخلوا قطع الأساس. وبسبب ان المقبرة حجمها صغير المقبرة ترتبت بشكل معكوس، فتعكست المحاريب واختلفت مع اتجاهات الشعائر الدينية، وكل ده بيدل ان الموت كان مفاجئ، وانه اتدفن في المقبرة الصغيرة جدا دي بسبب الضرورة وسرعة الدفن، ودي من اكبر الادلة انه مات مقتول. ربنا عز وجل قال عن سيدنا يحيى قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى
لم نجعل له من قبل سميا. كلمة سميا فسرها بعض المفسرين إن محدش يتسمى قبل منه باسم يحيى، ولكن البعض التاني قال تفسير مختلف وقالوا إن كلمة سميا معناها المثيل أو الشبيه، واستدلوا بالآية الكريمة اللي بتقول فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. ومعنى إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا زكريا إن سيدنا يحيى مش هيكون لي مثيل أو شبيه، يبقى أكيد في ميزة مختلفة ولازم تكون واضحة، لأن ربنا مش هيميزه بشيء مخفي أو متداري. الآية واضحة، الشيء اللي هيبقى مميز بيه هيخليه ملوش مثيل أو شبيه. وبما إن سيدنا يحيى هو توت عنخ آمون، يبقى مش هيكون لي مثيل أو شبيه بين الملوك اللي زيه. ولو رجعنا بالنظر كده لتوت عنخ آمون هنلاقي إن اتحقق فيه حاجتين مهمين. أول حاجة اللي هو إحياء ذكراه بعد وفاته، رمز الاسم يحيى أو عنخ اللي هو الحي بذكره وثابت وجوده حتى في حال وفاته، ودي متحققة في توت عنخ آمون محدش في الكوكب ما يعرفوش. ده معروف اكتر من ملوك ورؤساء حاليين. وتفسير سميا اللي هو ملوش مثيل او شبيه هو لان من وقت اكتشاف مقبرته صداها وصل للعالم كله. الصحف حرفيا كانت بتحارب بعضها على الاخبار، والسياح كانوا في سباق علشان ييجوا يشوفوا كنوزه، بالاضافه انه يعتبر الملك الوحيد اللي اتوجدت مقبرته كامله بكل مقتنياتها، وكان بيملك قطع نادره ما اتوجدش مثيل او شبيه ليها مع اعظم الملوك اللي قبله ولا حتى اللي بعده. ولو هنتكلم على كل قطعة فيهم فهنحتاج حلقات. أنا عايزة أقول لكم إن الذهب اللي كان موجود في مقبرته اتقال إنه كان مساوي للذهب اللي كان موجود في أسواق موسكو في السبعينيات. وأهم قطعة كانت موجودة في مقتنياته تابوت أنوبيس. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن طالوت اللي هو أمنحتب الأول، وإنه حكم بآية ملك من الله اللي هو التابوت، واللي حكم بنفس الآية هو تحتمس الثالث اللي هو سيدنا سليمان عليه السلام. التابوت ده واللي معروف اسمه بتابوت العهد أو تابوت السكينة اتوجد في مقتنيات الملك توت عنخ آمون، ولكن باسم مختلف. بدل تابوت السكينة بقى تابوت أنوبيس. وأنوبيس في الحضارة المصرية القديمة هو ملاك الموت. شكل تابوت السكينة على حسب المواصفات اللي موجودة عنه في التوراة إنه مصنوع من خشب الصنط ومطلي بالذهب، وليه حافة مزخرفة، وليه حلقتين على جانبيه، وليه عصايتين مصنوعين من خشب الصنط بيدخلوا في الحلقات. ولكن لأن التابوت اتقال عنه إن تحمله الملائكة، فالفنان اللي تخيل شكله ورسم التابوت تحمله الملائكة فعلا. أما التابوت اللي لقوه في مقبرة توت عنخ آمون اللي هو تابوت أنوبيس برضه مصنوع من خشب الصنط ومطلي بمية الذهب، وليه عصايتين ولكن مثبتين أسفل التابوت، يعني تقريبا نفس المواصفات. التابوت أكيد ما كانش فاضي، ولكن كان فيه برديات مهمة بتحكي تفاصيل كتير عن التاريخ المصري، خصوصا قصة خروج سيدنا موسى وبني إسرائيل من مصر. مكتشف المقبرة اللي هو هوارد كارتر سرق البرديات واعترف بكده في القنصلية البريطانية، وقال إن البرديات فيها أسرار لو اتكشفت هتغير وجهة العالم وهتكشف تزييف اليهود للتاريخ. وتم اتهامه وقتها بعدم الأمانة العلمية، ولكن للأسف كان خلاص سرق البرديات. التابوت ده من أكبر الأدلة إن سيدنا يحيى هو نفسه توت عنخ آمون، لأن سيدنا يحيى وسيدنا عيسى هم آخر أنبياء آل يعقوب. وبرفع سيدنا عيسى وموت سيدنا يحيى يبقى التابوت ما بقاش ليه وريث. التابوت كان متوارث من سيدنا داود مرورا بسيدنا سليمان وسيدنا زكريا لحد سيدنا يحيى. وبما ان سيدنا يحيى وسيدنا عيسى كانوا اخر انبياء آل يعقوب، سيدنا عيسى رفع وسيدنا يحيى توفى وملوش وريث. فكان الحل الوحيد قصاد الكهنة انهم يدفنوا التابوت معاه كجزء من ميراثه، لانهم فهموا ان عيسى ويحيى هم اخر النسل المبارك. نيجي بقى للجزء الاخير في حكاية الملك الشاب توت عنخ آمون. سيدنا زكريا طلب من ربنا ولد يرثه ويرث من آل يعقوب. ميراث آل يعقوب مفهومة اللي هي النبوة، ولكن ايه هو ميراث سيدنا زكريا؟ في تفسير الطبري قال ان المقصود بيرثني هو انه يرث مالي من بعد وفاتي. وعن عبد الرزاق اخبرنا معمر عن قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثه، ويرحم الله لوطا ان كان ليأوى الى ركن شديد. يعني المفهوم من تفسير الآية والحديث ان سيدنا زكريا كان عنده ميراث وكان عايز يكون عنده ولد يورثه. لما تم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون فحصت كنوزه فحص علمي دقيق، اتضح ان جزء كبير جدا من المقتنيات من المجوهرات والحلي اللي كانت في المقبرة كانت في الاصل تخص سمنخ كارع، وكان مكتوب اسمه عليها. واثر تغيير الاسم من سمنخ كارع لتوت عنخ آمون ظاهر على القطع، وده معناه ان توت عنخ آمون ورث سمنخ كارع، وده تصديقا لقوله في الآية يرثني. وفي نفس الوقت بتأكد ان سمنخ كارع اللي كان وصي على مريم هو ابو توت عنخ آمون اللي حكمه هو صبي. وبكده نبقى خلصنا الجزء
الأول من حلقتنا الخاص بسيدنا يحيى. نيجي بقى للجزء الثاني واللي بيه تبقى الصورة كملت، وهو سيدنا عيسى عليه السلام. اللي احنا نعرفه ان المسيح اتولد في بيت لحم في فلسطين، وان تلاميذه واتباعه كانوا بينشروا رسالته. لكن الغريب ان مفيش اي اثر لا للمسيح ولا لتلاميذه وتعاليمه في فلسطين. والمعروف كمان عن المسيح في الانجيل انه اتقتل واتصلب، ولكن في القرآن الكريم لا اتقتل ولا اتصلب ولكن رفع. على الجانب الثاني هنلاقي ان في اثار بتتكلم عن المسيح وعن تعليم المسيح على ارض مصر. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الجدارية اللي موجودة في معبد الأقصر، واللي بتتكلم عن الولادة المقدسة وبتحكي قصة ولادة المسيح من غير أب بإرادة الله الواحد، لما بيبعت تحوت اللي هو رسول الوحي ينزل للسيدة المختارة علشان يبلغها إن ربنا هينفخ فيها من روحه، والسيدة بترد وبتقول حتى يرضى أمون. ده أول دليل على إن المسيح كانت ولادته على أرض مصر. والجدارية دي بترجع برضه للأسرة 18. وفي سنة 360 ميلادي حصل حدث غريب. البابا اثناسيوس، وده كان بابا الاسكندرية، منع تداول أي أناجيل ما بتعترفش بيها الكنيسة. وكانوا حوالي 30 إنجيل: إنجيل يعقوب وإنجيل المصريين وإنجيل يهوذا وإنجيل مريم المجدلية. ودي كانت عبارة عن برديات ومخطوطات مكتوب فيها معتقدات الديانة المسيحية. والأناجيل دي مش الإنجيل اللي أنزله ربنا على سيدنا عيسى، الأناجيل دي كانت عبارة عن معتقدات ومفاهيم الديانة المسيحية. ولأن البرديات دي كان ليها أهمية تاريخية وكمان دينية، لأن من خلالها كنا هنقدر نعرف كانت فين بداية الديانة المسيحية. الأناجيل دي البابا اثناسيوس أمر بتجميعها كلها وحرقها. وفكرة حرق البرديات والمخطوطات علشان يخفوا الحقيقة مش جديدة عليهم، وعلشان كمان يخفوا التعاليم الحقيقية للديانة المسيحية، وكمان يخفوا مين هو المسيح واتولد فين. ولكن في من البرديات دي عدد قليل نجي من الحرق، ولكن الكنيسة ما اعتمدتهاش بسبب ان المعتقدات اللي فيها مختلفة عن المعتقدات المسيحية الحالية. زي مثلا انها ما فيهاش تأليه للمسيح، ولا موجود فيها فكرة الصلب، ولا ان المسيح بيحمل خطايا البشر. وفي النهاية بنخرج من كل ده بان البرديات والمخطوطات اللي كانت خاصة بتعاليم واقوال المسيح كانت في مصر مش في فلسطين، واتحرقت عمدا، يعني كانوا متعمدين يحرقوها. بالاضافة ان اقدم صورة اكتشفوها للمسيح في العالم موجودة في مصر في جبل سانت كاترين، وفي خلفية الصورة قرص الشمس. وكل الصور اللي اترسمت بعد كده للمسيح كان في خلفيته قرص الشمس. واحنا قلنا ان اخناتون قال ان الاله هو القوة الكامنة وراء هذا القرص اللي هو قرص الشمس، ما قالش ان الاله هو قرص الشمس نفسه. وكان بيصور اتون اللي هو قرص الشمس على الجدران، والمسيح كل صوره خلفيته قرص الشمس. واتون باللغة المصرية القديمة معناها قرص الشمس. من هنا بنستنتج ان اتون كان شخص إنسان، ولكن كان ممنوع رسمه وإظهار صوره على الجدران، أما لأسباب بنية التحريم أو لأسباب أمنية خوفا على حياته، لأن سيدنا عيسى كان في خطر على حياته من يوم ميلاده، فكان بيترسم بلقبه أو رمزه اللي هو قرص الشمس. ومن خصائص الشمس إنها بتنور الكون، والمسيح قال عن نفسه أنا هو نور العالم. وفي مدينة الأقصر اكتشفوا مدينة اسمها صعود أتون، وبترجع لنفس الفترة الزمنية 1350 قبل الميلاد. المدينة اسمها صعود أتون، وكلمة صعود معروف معناها، وأتون لو اعتبرنا المسيح يبقى هي دي المدينة اللي ربنا رفعه منها. يبقى موجودة عندنا الجدارية اللي مرسوم عليها قصة ومعجزة ميلاده، وكمان المدينة اللي صعد منها صعود أتون، وبرديات ومخطوطات تعاليم ومعتقدات الديانة المسيحية كانت في مصر. يبقى المسيح كان مصري. نيجي بقى للجزء الأخير في حلقتنا علشان نكشف فيه مين هم أصحاب الفتن على مر الزمن. في سورة المائدة قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الآية واضحة وصريحة إن اللي عملوا فتنة تأليه المسيح وقولهم إن هو ثالث ثلاثة هم بني إسرائيل، علشان يضلوا الناس ويفسدوا عليهم دينهم. وللتأكيد أكتر في نفس السورة الآية 77 قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يعني يا أهل الكتاب ما تتبعوش قولهم في إن المسيح إله أو ابن إله، وإن دول قوم ضلوا وأضلوا كثيرا قبلكم. والتأكيد إن الكلام على بني إسرائيل ربنا بيكملها في الآية 78 وبيقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. وده كان من أسباب حرقهم للأناجيل اللي كانت موجودة في مصر، علشان يعرفوا يحرفوا ويدلسوا براحتهم. اللي معروف عندنا
لنا إن اللي اتبع المسيح هم الحواريون. طيب هل الحواريون من بني إسرائيل؟ لا، وبقول القرآن. الحواريون اتذكروا في القرآن حوالي 4 مرات بشكل صريح. في سورة المائدة قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ومعنى الآية إن في من بني إسرائيل اللي آمن ومنهم اللي كفر. وفي الآية اللي بعدها ربنا عز وجل بيقول إنه أوحى الحواريون أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهدوا بأننا مسلمون. معنى كده إن الحواريون ما كانوش من بني إسرائيل. بني إسرائيل في منهم اللي آمن ومنهم اللي كفر، لكن الحواريين دول قوم تانيين. واللي بيأكد الكلام ده أكتر الآية 14 سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يعني بعد ما الحواريون أمنوا وقالوا نحن أنصار الله آمنت طائفة من بني إسرائيل. يعني الحواريون اللي أمنوا بسيدنا عيسى مش من بني إسرائيل أصلا. أمال هم مين؟ ملوك مصر القديمة كانوا دايما بيعتبروا نفسهم جالسين على عرش حور. يعني عرش مصر هو عرش حور اللي هو حورس ابن أوزوريس. يعني الحواريون هم المصريون. بعد كل الأدلة الدينية والتاريخية دي ما بقاش ينفع نقول إن آل يعقوب كانوا في فلسطين ولا إنهم كانوا من بني إسرائيل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش السبسكرايب واللايك.